اللي حق عند حد ومش عارف يجيبه ان شاء الله ربنا هيجيبه له. فيديو جديد مع يوسف الاهلاوي، وحابب اشكر كل واحد مشترك معانا في القناه، واتمنى من ربنا المزيد ان شاء الله. مرتضى هرب من المحكمه. مرتضى منصور هرب النهارده من المحكمه بحجه اللي هو عيان. الكابتن محمود الخطيب المحترم رئيس نادي الاهلي حصل على حكم بحبس المرتضى 3 شهور. والمحامي بتاع مرتضى النهارده يا جماعه في المحكمه بيقول لك اللي موكله مريض، موكله اللي كل دقيقه بيعمل لايفات، موكله اللي كل يوم بيعمل فيديوهات، موكله اللي كل يوم بيشتم في كل الناس واخرهم شيكابالا. شفتم؟ قلت لكم ربنا كبير وكل واحد ظالم له نهايه. ده ربنا اللي قال كده في كتابه، كل واحد ظالم له نهايه. اوعى تفكروا اللي الظلم بيدوم، اوعى تفكرهم اللي الظلم بيدوم. ربنا عليه خلاص الحق. عشان الكابتن محمود الخطيب والنادي الاهلي استحمل اللي محدش يستحمله. وقلت لكم من اول دقيقه طلعت اتكلمت معاكم فيها، ربنا عليه خلاص الحق. المحامي طالع النهارده في المحكمه بيطلب بالتاجيل عشان موكله تعبان صحيا. اما هو مرتضى منصور باللي بيعمله كل يوم وكل دقيقه لايفات دي تعبان صحيا. امال انا اعمل ايه؟ امال البني ادمين اللي زي حالاتنا يقولوا ايه علينا؟ اما هو طالع بيعمل كل يوم لايفات وشتيمه ويشتم الناس كلها، يقول لك عليه النهارده في المحكمه تعبان مش قادر يمشي. والمحكمه اجلت له القضيه للحضور 7/9. 7/9 يا رئيس نادي الزمالك هتحضر. ومن اولها اهو بقولها لك، الحكم هيتأيد عليك ان شاء الله. الحكم هيتأيد عليك عشان انت جرحت في كل الناس وغلطت في كل الناس. محدش قال لك لا، قلت لك ربنا هو اللي هيخلص. دمرت الزمالك وشتمت كل رموز الزمالك اللي هم يستاهلوا كده. رموز الزمالك يا جماعه اللي هم يستاهلوا كده، بس في رموز محترمين، حسن شحاته على اولهم على راسهم، وحلمي طولان. دولت رموز فعلا لنادي الزمالك. حسن شحاته وحلمي طولان دول رموز، الباقي كله يستاهل. الباقي كله مع الهوجه، الباقي كله تقول له امين امين، ما قالوش للظالم لا. ربنا يوم القيامه هيحاسب الظالم واللي ساعد الظالم واللي اقنع المظلوم اللي هو ظالم. ده ربنا اللي قال الكلام ده يا جماعه. الموضوع كبير، الموضوع كبير وربنا عليه خلاص الحق. بقول لك كابتن محمود الخطيب، انت فعلا بتثبت لنا النادي الاهلي كبير، بتثبت لكل اهلاوي في مصر النادي الاهلي محترم، واحنا كلنا وراك. احنا كلنا وراك يا بيبو يا محترم، يا اللي سكت وجبت حقك وحقنا. وكل مدى وانت بتصبر ربنا ده مع الصابرين. وانت صبرت على شتمتك انت واهل بيتك، وصبرت على شتيمه لعيبتك وجمهورك. من كل يوم صحفيين بيقعدوا يشتموا، كل يوم صحفيين بيقعدوا يجرحوا في النادي الاهلي، وهم قلت لكم بيخلصوا على بعض. ده لسه واحده واحده، لسه واحده واحده. تفكروا ايه الموضوع خلص؟ لا، ده كلهم ده شبكه. نادي الزمالك واحد في شبكه يمين الله، فربنا عليه خلاص الحق. ربنا هو اللي هيخلصه ان شاء الله. بطالب الكابتن محمود الخطيب، اوعى تسيب حق النادي الاهلي، واحنا واثقين في ربنا. الله اكبر الله اكبر. اللي انت يا كابتن محمود الخطيب هتجيب حق النادي الاهلي وجمهوره، عشان انت محترم، عشان انت مثال للبني ادم النضيف الابيض. حابب اتكلم بقى في نقطه تانيه وقلتها لكم قبل كده يا جماعه. النادي الاهلي جايب مهاجم كبير وكلكم عارفين قبليه، بس المشكله عندنا دلوقتي في احمد القندوسي. احمد القندوسي يا جماعه مش عايز يطلع اعاره، ومش عايز يمشي، عايز ياخد بقيه عقده. يا جماعه الموضوع كبير. القندوسي عايز ياخد بقيه عقده، فاحنا جايبين مهاجم. اول صدقوني ما مشكله القندوسي دي هتتحل يمين الله، اللعيب المهاجم الكبير هيبقى في النادي الاهلي بعدها بيوم ان شاء الله بدون مقاطعه. احنا مش عايزين اللي احنا نفكر ان احنا مش عايزين نجيب مهاجمين، لا، ده احنا عايزين 1 و2. النادي الاهلي يا جماعه داخل على بطولات جامده، النادي الاهلي داخل على بطولات جامده. عايزين كل الفرقه تساند الجمهور السنه دي، والجمهور يساند الفرقه. مش عايزين الا كلنا ايد واحده، لعيبه وجمهور واداره. شفت احنا كملنا ازاي؟ مش عايزين موضوع سيد عبد الحفيظ المحترم ياثر فينا اكتر من اللزوم. هو فعلا مأثر فينا وهو يستاهل الحب ده كله، بس خلاص بقى احنا في مرحله دلوقتي. بيبو الكابتن خالد بيبو مدير الكره للنادي الاهلي كلنا في ظهره، حتى لو احنا كلنا مش مع قرار بس احنا مساندينه.
ليه؟ النادي الاهلي طالما قال حاجه، يا جمهور الاهلي، يا جمهور الاهلي كفايه حبك لسيد عبد الحفيظ، وعايزين ندعم خالد بيبو. خالد بيبو اهلاوي اهلاوي، يكفى اللي هو جاب لنا 4، ده بتاع ال4، بيبو ومشير، بيبو والجون، بيبو ومشير، بيبو والجون. وبامر الله كل ماتش اهلي وزمالك بامر الله في الايام السنه الجايه ديت، وخالد بيبو مدير للكوره، الجمهور كله هيقول لهم بيبو والجون، بيبو ومشير. والله هينسوا سطلانه وهينسوا اي حاجه، وهيفتكروا تاني بيبو ومشير، بيبو والجون. بامر الله كل التوفيق لسيد عبد الحفيظ، كل التوفيق من ابو يوسف الاهلاوي والدعم للكابتن خالد بيبو. موضوع بقى احمد فتوح، انا قلت لكم قبل كده اللي فتوح اهلاوي يا جماعه. فتوح في النادي الاهلي يوم ما رئيس نادي الزمالك طلع سبه على الهوا، يوم ما طلع رئيس نادي الزمالك اتهمه باتهامات باطله على الهوا، وقال عليه بيشرب وحريم ومش عارف وايه 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 وايه. اللعيب كان متدمر نفسيا. اللعيب لو رجع يلعب كوره كان رجع يلعب كوره عشان خاطر النادي الاهلي، والله عشان مستقبله. قلت لكم فتوح بنسبه 90% في النادي الاهلي، بس النادي الاهلي محترم، مش عايز يتكلم ولا عايز يعمل. اما نيجي في ال6 شهور الاخر هتشوفوا فتوح هيبقى في الاهلي ولا فين حته ان شاء الله. فتوح لعيب محترم حتى لو ما جاش الاهلي، لعيب محترم ولعيب راجل ما تهزش، ولعيب ما قالوا له اطلع اتصور مع رئيس النادي بعد المشكله ما رضاش، عملوا الصوره بالعافيه، عملوا الصوره بالعافيه، غير وقف زي التمثال جنبه، صح ولا لا؟ وكل واحد ظلم احمد فتوح ربنا بيخلص له حقه، ما هو ربنا كده كبير، ربنا كبير ما بيرضاش بالظلم يا جماعه. احمد فتوح ده يمين الله لعيب دولي، لعيب دولي كبير، مش عارفين قيمته في نادي الزمالك، مش عارفين قيمته في نادي الزمالك. كله جرح فيه وكله اوسخ الكلام، وكله قال اوسخ الالفاظ على احمد فتوح، وهو الولاد صبر وعمل عشان اللعيب ده ان شاء الله بدون مقاطعه حياته كلها هتتغير في النادي الاهلي. اللعيب ده ان شاء الله لو راح النادي الاهلي على خير، احمد فتوح ده هيحترف. لعيب ما شاء الله، مهاره موجوده، خفيه موجوده، روح قتاليه موجوده، ودي اللي احنا عايزين نلعب عليها يا جماعه. المركز ده احمد فتوح ده احنا محتاجينه بعد احترامنا لعلي معلول، على دماغنا يا علولو يا محترم. احمد فتوح يا مسؤولين النادي الاهلي خلصهم في الصفقه ديت في يناير، عشان احنا محتاجينها، احنا محتاجين فتوح، محتاجين حد دولي، محتاجين حد دولي زي احمد فتوح. وبطالب بقى كل لعيبه الاهلي اتمتعوا باجازتكم وسيبونا احنا معاهم، اتمتعوا يا لعيبه الاهلي، عشان انتوا من حقكم تتمتعوا، من حقكم تفرحوا. لا عملتوا موسم تاريخي، عملتوا موسم تاريخي يا لعيبه الاهلي. من ابو يوسف الاهلاوي يمين الله، لو اطول اروح لكل واحد فيكم في البيت اسقف له، بس انا هسقف لكم كلكم على الهوا على الموسم اللي عملتوه ده ان شاء الله بدون مقاطعه. الموسم الجديد على خير يا اهلاويه، بامر الله بامر الله. كل بطوله هنخشها السنه دي بتاعتنا برضه، مكملين بالادب مش بقله الادب. السلام عليكم.